مهرجان جميل. الوقت الاستعداد للمهرجان بدأوا بالشغل. حضرتك بتمثلي ايه او لا انا حضرتك مقدمه الحفل. يعني حضرتك اللي هتقدمي منين بقى؟ انا من اسماعيليه بس نوبيه من اسماعيليه. يعني النوبه انا من المنصور. يعني النوبه اسماعيليين وسودانيين لا السودانيين حاجه والنوبه حاجه، بس طبعا اهل السودان برضو اخواتنا، يعني هم مصر والسودان واحد مفيش مشكله يعني. بس هو حضرتك بس اتعرف على حضرتك الاول. انا الاعلاميه سهير يوسف. اهلا وسهلا. نائب جريده الاخبار المصريه وسفير السلام. وعندي برنامج صوت الحياه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فانا قلت اخد جوله واحنا اتعرفت على حضرتك وانا الاسعد والله. فاخد لكم كويس الصوت هنا كده عشان تمام. والاستاذ ماسك الازازه خايف ما يشربش جابها ويشرب. انت جاي هنا لايه؟ انا طبعا من اللجنه المنظمه لليوم هنا. سنة دقيقة واحدة. انت من اللجنة المنظمة وايه؟ ورئيس اللجنة الثقافية بجمعية أدندان النوبية بالقاهرة ومؤسس صالون أدندان الثقافي. جايين هنا النهاردة كمنظمين، واللجنة النسائية بجمعية أدندان النوبية برضو مشاركة في المعرض اللي موجود. يعني احنا هنا كذا محافظة من خلال المهرجان. طبعا النهاردة اليوم ككل مهرجان سنوي لأول مرة بيضم كل اللجان النسائية اللي موجودة في الجمعيات النوبية من محافظة القاهرة وأسوان واسكندرية وإسماعيلية والسويس. تقريبا أكثر من 35 جمعية بتضم لجان نسائية جايين يعرضوا حاجاتهم من المنتجات النوبية والمشغولات اليدوية والروائح والعطور وشغل الهاند ميد، بيعرضوه النهارده كتراث ويوم للمرأة المبدعة. احنا سعداء بيكم ونفسنا المهرجان زي ما هو فعلا شغال الوقت وشكله يفرح ويشرح القلب وشكله نجاح. النجاح دايما يدوم مش يبقى المهرجان الاول يبقى ال20 وال30. تمام. ما هم يعني المسمى الاول، وان شاء الله السنين القادمة يبقى عدد العارضين اكتر. وطبعا اليوم النهارده بيضم هيبقى فيه كلمات، وهيبقى فيه كلمات للأقسام اللي هم النوبيين، الكنوز والفريتشا والعرب والجعافرة وأسوان عموما. وهيبقى فيه فقرات فنية أيضا متنوعة، نوبي وسوداني وعربي. سعدنا بيه. ربنا يبارك.